بيبدأ فيلمنا مع بنات ما عندهمش أهل، بيبقوا في مدرسة بتعلمهم ازاي يبقوا بنات مثالية وما يغلطوش. المدرسة دي بتتكون من مستويات، وأعلى مستوى فيها هو ال16. الإدارة بتقول للبنات إنهم لو وصلوا للمستوى ال16 هيتم تبنيهم من عائلات. بنتعرف على بنتين، فيفيان وصاحبتها الآسيوية صوفيا. صوفيا نظرها ضعيف ومش بتشوف كويس. فيفيان وعدت صوفيا إن لما يتم تبنيها هتطلب من العائلة يتبنوا صوفيا برضه، وقالت لها لو رفضوا مش هتمشي معاهم. فيفيان وصوفيا عدوا المرحلة التاسعة في المدرسة، ودلوقتي هم في المستوى العاشر. بنسمع جرس المدرسة بيرن وكل البنات بيطلعوا ويجروا في صف واحد. كل بنت لما يجي دورها بتغسل وشها قدام المراية وبتاخد فيتامينات. في كاميرات مراقبة علشان يتأكدوا إنهم ينفذوا كل التعليمات بدون أخطاء. في نفس الوقت صوفيا بتتعثر وبتوقع حاجتها وبتحاول تدور عليها، لكن بسبب ضعف نظرها مش قادرة تشوف كويس، علشان كده بتطلب من فيفيان تساعدها. دور فيفيان جه لكنها سابت دورها وراحت تساعد صوفيا، ولما فيفيان حاولت تعمل دورها الوقت خلص وجه دور بنت تانية. وهنا بنشوف اتنين بييجوا وبياخدوا فيفيان للمستوى التاسع. صوفيا كانت ساكتة وما قالتش اللي حصل وما حاولتش تبرر اللي حصل، ولما نقلوا فيفيان للمستوى التاسع نادوا عليها وسخة علشان خلفت التعليمات. بعد مرور السنين فيفيان كبرت ووصلت لأعلى مستوى واللي هو 16، وصلت من غير أخطاء. وبعدين في بنت اسمها بريكسل بتيجي ليهم وهي واحدة من أعضاء الإدارة وبتدي التعليمات. كان ممنوع على الطالبات يرفعوا رأسهم ويبصوا لبريكسل. بنعرف إن مش كل الطالبات شافوا بريكسل من ساعة ما دخلوا المدرسة. بريكسل بتقول لهم إنهم هينتقلوا لقاعة روز، والقاعة دي هي المكان اللي كل طالبات المدرسة من كل المستويات هيتجمعوا بيها. لما فيفيان دخلت اتفاجئت بوجود صاحبتها صوفيا، لكن فيفيان ما كانتش مهتمة بوجود صوفيا علشان اللي عملته فيها، وعلشان بسببها نادوها بالوسخة، وبسبب إنها أعلى منهم في نفس المستوى كانوا بينادوها البنت الكبيرة، وإن كل الطالبات اللي أقل من مستوى فيفيان لازم يحترموها وينفذوا كلامها. كالعادة جرس المدرسة رن والطالبات لازم يتبعوا التعليمات وياخدوا الفيتامينات. بعد ما اتغدوا فيفيان راحت للحمام، ولما خرجت اتفاجئت بوجود صوفيا قدامها. صوفيا بتحاول انها تعتذر وتبرر اللي حصل في المستوى العاشر، لكن فيفيان رفضت. في نفس الوقت بنشوف بريكسل بتدي بدل جديدة للطالبات وبتأمرهم انهم يلبسوها، وبتقول لهم ان العائلات هيجوا بكرة يختاروا البنات للتبني. لأول مرة بريكسل سمحت للطالبات يشوفوها، ولما رفعوا رأسهم وشافوا بريكسل فرحوا شوية علشان واحدة من القيود اترفعت عنهم، وكمان كانوا فرحانين لأنهم هيقدروا يسيبوا المدرسة ويعيشوا حياة طبيعية مع عيلة جديدة. في الليل حطوا الهدوم جنبهم وناموا، لكن صوفيا كانت صاحية وشكت إن في حاجة غلط. تاني يوم الصبح صوفيا راحت وقابلت فيفيان. صوفيا قالت لفيفيان إنها هتقول لها سر، وطلبت منها ما تقولش لحد. طلبت منها ما تاخدش الفيتامينات بعد ما تخلص غداها، وقالت لها إن الحبوب دي مش فيتامينات. كالعادة جرس المدرسة رن والبنات بدأوا ياخدوا الفيتامينات. فيفيان وقفت قدام الكاميرات وحاولت تخليهم يصدقوا إنها خدت الحبوب فعلا، لكن لما بعدت عن الكاميرات طلعت الحبوب من بقها. في الليل البنات جهزوا للنوم وشفنا كل البنات ناموا ما عدا فيفيان اللي فضلت صاحية. فيفيان لاحظت إن صوفيا كمان صاحية. صوفيا بتقول لفيفيان إن كل البنات اللي خدوا الحبوب ناموا ومش هيصحوا. صوفيا قالت لفيفيان إن النوم العميق ده بسبب الحبوب دي، وإنها مش فيتامينات لكن حبوب مخدرة. صوفيا طلبت من فيفيان إنها لو الحراس جم تتظاهر إنها نايمة. في الوقت ده سمعوا صوت حد جاي، عملوا نفسهم نايمين. بريكسل دخلت الأوضة مع الحراس. بريكسل اختارت بنتين علشان الحراس ياخدوهم. البنات كانوا فيفيان وصاحبتها ريتا. الحراس خدوا فيفيان وريتا للمستوى الأول. لما فيفيان فتحت عينيها اتصدمت، شافت صاحبتها ريتا نايمة وحاولت تصحيها، لكن ريتا كانت مخدرة وما قدرتش تقوم. في الوقت ده بريكسل بتدخل مع راجل كبير وزوجته. بريكسل بدأت تتكلم عن فيفيان وريتا وتتكلم عن جمالهم ونقاء بشرتهم، وقالت إن البنتين دول ما تعرضوش للشمس لفترة طويلة. زوجة الراجل اختارت تشتري ريتا. الحراس رجعوا فيفيان للدورم، وبعدين الحراس خدوا بنتين تانيين. وبعد ما الحراس مشوا صوفيا جت لفيفيان علشان تعرف اللي حصل، وفيفيان بدأت تحكي لصوفيا كل اللي حصل. صوفيا قالت لفيفيان إن الحراس ما قفلوش الباب لما خرجوا وإنها فرصتهم يهربوا من المدرسة، لكن فيفيان كانت خايفة وقالت لصوفيا إنهم لو خرجوا هيموتوا علشان الهواء بره ملوث
والمياه مسممة والشمس هتحرقهم. لكن صوفيا قالت لفيفيان إن الكلام ده مش صحيح، وقالت لها إن المدرسة قالت لهم كده علشان تمنعهم من الهروب. في الوقت ده بريكسل جت مع الحراس. بريكسل اختارت صوفيا والحراس خدوها. فيفيان استغلت الفرصة وخرجت من غرفة النوم. مشت للباب الخارجي لكن لقيته مقفول. لحسن حظها الحراس ما كانوش بيراقبوا وما لاحظوش وجود فيفيان. وبعديها فيفيان رجعت لغرفة النوم. تاني يوم الصبح كل البنات كانوا قدام مكتب الدكتور علشان ياخدوا لقاح يمنع الأمراض. دكتور المدرسة كان شاكك وفكر إن فيفيان أذكى بنت في المدرسة. بعد ما خلصوا غداهم بنشوف البنات بيرجعوا واستغربوا من وجود حبوب على أجسامهم. صوفيا شافت فيفيان وقالت لها إن في حارس أعرج بيجي كل يوم للبنات، وقالت لصوفيا إنهم لازم يستغلوا الفرصة دي ويهربوا. لكن فيفيان ما عجبتهاش الفكرة ورفضت. تاني يوم بنشوف فيفيان بتتكلم مع الدكتور بقى أكتر شك وقلق من فيفيان، وبعديها سألها هل بتاخدي حبوب الفيتامينات المتعددة؟ فيفيان بتتلعثم وهي بترد عليه وبتقول للدكتور إنها بتاخدهم كل يوم. الدكتور كان شاكك إن فيفيان ما بتاخدش الحبوب، وقال لها إنه هيديها حقنة فيتامينات مركزة وإن الحقنة دي هتساعدها. وفي كده بنشوف إن فيفيان ما قدرتش ترفض علشان ما يشكوش بيها. لما فيفيان خدت الحقنة كانت دايخة طول الليل. صوفيا قالت لفيفيان إنهم لو عاوزين يخرجوا لازم ياخدوا مفتاح الباب الخارجي. المفتاح كان كارت إلكتروني. فيفيان ما كانتش مركزة في كلام صوفيا بسبب التخدير اللي خدته من الدكتور، وقالت لها بصوت عالي إن الحراس ما بيفهموش لغتهم ومش هيقدروا يساعدوهم. صوفيا حذرت فيفيان من صوتها العالي، لكن فيفيان كانت متخدرة ومش واعية بنفسها. بنشوف بنتين سمعوا فيفيان وهي بتتكلم بصوت عالي وبيروحوا لبريكسل وبيقولوا لها إن فيفيان اتصرفت بشكل غير لائق وخرقت التعليمات. بريكسل جت وقابلت البنات وبعديها خدت فيفيان لسجن صغير. السجن كان أوضة صغيرة جدا، ده كان عقاب فيفيان. بريكسل قالت لفيفيان إنها لازم تقعد في الأوضة دي طول اليوم علشان تبقى بنت مثالية. في الليل صوفيا بتعمل حبل وبتستنى الحارس يجي علشان تقتله وتاخد الكارت الإلكتروني. لما الحارس دخل صوفيا حطت الحبل حوالين رقبته وقتلته. الحارس ما قدرش يقاوم علشان كان أعرج. صوفيا خدت المفتاح وجريت بره الأوضة، لكن افتكرت إن صاحبتها فيفيان في السجن. صوفيا كانت بتحاول تطلع فيفيان من السجن لكن الحراس شافوها في الكاميرات ورنوا جرس الإنذار. صوفيا ما قدرتش تفتح باب السجن لفيفيان وما فتحتش الباب علشان ما تعملهاش مشاكل زي اللي حصلت ليها في المستوى العاشر، علشان كده سابتها. ولما الحراس جم خدوا صوفيا للدور الأرضي وندهوا عليها بالوسخة، لكن صوفيا قدرت إنها تخبي الكارت الإلكتروني قبل ما يمسكوها. بريكسل بتدي حبوب للطالبات علشان تتأكد إنهم بياخدوها، وفيفيان كانت بتحاول ما تنامش وهي بتدور على الكارت الإلكتروني، وفعلا لقت الكارت في سرير صوفيا. فيفيان بتاخد الكارت وبتحاول إنها تهرب، ولما حاولت تهرب وحطت الكارت في الباب ما فتحش علشان إدارة المدرسة غيرت المفاتيح. لكن فيفيان قررت إنها تفتح البوابات بالكارت الإلكتروني، وفعلا فيفيان قدرت تفتح البوابات وتخرج من القاعة، وراحت وشافت بريكسل في الأوضة وسألتها عن صوفيا. بريكسل قالت لفيفيان إن صوفيا في الدور الأرضي وسألتها إزاي وصلت للمكان ده، لكن فيفيان ما ردتش عليها. بريكسل قالت لفيفيان إنها لازم تاخد فيتامينات، لكن لما بريكسل حاولت تحقن فيفيان قاومت وخدت الحقنة منها وحقنت بريكسل. فيفيان نزلت للدور الأرضي وحررت صوفيا وهربوا، لكن قبل ما يخرجوا شافوا أوضة فيها جثث. لما فيفيان راحت تشوف الجثث عرفت إن الجثث دي هي جثث الطالبات في المدرسة. فيفيان شافت جثة صاحبتها ريتا اللي راحت معاها لما الراجل وزوجته خدوها، ولما رفعت الغطا علشان تشوف ريتا لقت وشها مشوه. لاحظوا إن بعض الطالبات عندهم أجسام مشوهة، وفيفيان وصوفيا عرفوا إن إدارة المدرسة كانت بتكذب عليهم لما قالت لهم إن في عائلات هيتبنوهم. صوفيا راحت لكل الطالبات وحكت لهم اللي شافته واللي بيحصل في المدرسة دي، وبعديها طلعت الطالبات بره. وفيفيان دخلت أوضة الدكتور وشافت شاشة فيها بريكسل وهي بتتكلم عن إعلان إنهم يقدروا يغيروا وجوه الناس الكبار لوجوه شابة. فيفيان اكتشفت إن المدرسة دي لتجارة أجسام البنات، وإنهم بيبيعوا الأجسام والوجوه للعائلات الغنية. البنات خدوا بريكسل للسجن الصغير وحطوها فيه، وفيفيان راحت لبريكسل وقالت لها تقضي يومها في السجن علشان تبقى بنت مثالية. جرس المدرسة رن وكل البنات خرجوا من المدرسة ما عدا صوفيا
لأنها ضعيفة النظر. الحارس حاول يمسك صوفيا لكن فيفيان لاحظت ده ورجعت لصوفيا وقتلت الحارس وخدتها. في الوقت ده بنشوف وصول عربية فيها الحارس والدكتور. كل البنات ما عدا صوفيا وفيفيان هربوا. الحراس وصلوا لفيفيان وصوفيا لكنهم قدروا يدخلوا الأوضة. الدكتور حاول يفتح الباب لكنه ما قدرش، وبعديها حاول يقنع صوفيا وفيفيان يفتحوا الباب وقال لهم إنه أحسن أب ليهم وإنه بنى المدرسة علشانهم. قال لهم إنه اشتراهم من أهاليهم. لكن فيفيان سألته عن السعر والشهى وقد إيه هيبيعوا. الدكتور قال إنه استثمر في وجوههم لمدة 16 سنة وإنه ما يقدرش يخسر المشروع ده. فيفيان كانت ماسكة قطعة حديد وبتشوه وشها. الدكتور كان غاضب جدا وحاول يوقفها لكنه ما قدرش. في الوقت ده وصل خبر للحارس إن في شرطة جاية للمكان، وبنعرف إن البنات بلغوا الشرطة عن المكان ده. تاني يوم الصبح بنشوف الشرطة جت لفيفيان وصوفيا وساعدتهم، والأول مرة فيفيان وصوفيا شافوا ضوء الشمس، وفيفيان وصوفيا خرجوا علشان يبدأوا حياة جديدة مع بعض. وفي كده فيلمنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتدوسوا لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم قوي. باي باي.